اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ويا رب يبلغنا رمضان وتبقى علينا السنه بكل خير وهنا وسعاده وسرور. طبعا النهارده قدامكم ديت مشتريات رمضان. انا في البدايه انا مش كنت عايزه انزل الفيديو ده خالص، لكن انطلب مني اكتر من مره ان انا انزل مشتريات رمضان او اعرف الناس باسعار رمضان. انا جبت الحاجات ديت يا جماعه، بصوا اقل بيت مصري ممكن يجيبها، ده كله اقل بيت مصري. والله اقل بيت مصري، وهعرفكم دلوقتي على الاسعار واحده واحده، وهقول لكم دي انا جايباها لايه وديت انا جايباها لايه. ماشي؟ ومش مقفوره عشان المصطلحات اللي انا هسمعها، انا مش مقفوره خالص. انا هقول لكم انا جايبه ايه وعملت ايه عشان اجيب الحاجات دي. كل سنه وانتم طيبين. والله يعني اقل حاجه انا جايباها هوريكم دلوقتي، وتعالوا نتعرف كده على حاجه حاجه كده. نبدا من ورا. الزيت دوت انا جايبه الازازه ب45 جنيه اهوت، جايباها ب45. فطبعا انا جبت كده 5 ازايز. وديت صفيحه سمنه، ديت جايباها ب300، نقدر نقول ناحيه 320. وديت دوت الدقيق، انتوا عارفين بجيبه بروح مفضيه على طول كده في قلب العلبه بتاعته، يعني دي مخلياها. دوت دقيق ابيض. ماشي؟ ودي علبه جبنه كده جبتها، قلت ايه برضو تبقى ايه تنفعني في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وديت المكرونه دي الكيس دوت عامل 10 جنيه. ماشي؟ انا جبت كده، جبت 6 اكياس منه. دوت الكيس عامل 10 جنيه، جبت 6 اكياس. وديت شعريه برضو الكيس ب10 جنيه. وديت مكرونه برضو الكيس ب10 جنيه. ودوت طبعا ملح، انا جايبه الايه يعني الباكيت على بعضها او الكيسه بتاعت الملح على بعضها ب12 جنيه. ماشي؟ دوت برغل. دوت جبت الكيلو ب20. جبت جايبه كيلو انا. دوت الكيلو ب20. ماشي؟ طبعا دوت بنضيفه على الكفته وعلى الحاجات، يعني ايه في البيت كفته بنحطه على البرجر على الحاجات دي. دوت نسكافيه او كابتشينو. دوت ايه نسكافيه. نسكافيه دوت جبت العلبه ب35، جبت علبتين ب70. دوت جي ذره. جبت الكيس منه ب35 جنيه. ماشي؟ ديت فانيليا سايله. ديت جايبها ب10 جنيه. طبعا ديت الاسعار ديت والله بقول لكم عليها بامانه زي ما انا جايباها. دوت عصير برتقال. انا بحبه ان هو ايه، طبعا العصير الفريش موجود في السوق، بس صدقوني انا بحب ان انا ايه لما بجيب عصير فريش بضيف عليه كمان ايه معلقتين من دوت يعني يقوي اللون بتاعه، او لما باجي اعمل مهلبيه بحط برتقال، وبحط برضو معلقه من ديت بتديني ايه يعني تديني تقوي الطعم او اللون شويه. دوت تمر هندي اهوت، يعني بنحطه في الكوبايه على طول او في الدرق على طول كده، وبنضيف عليه سكر وبنعمله على طول كده، بيبقى يعني مستعجل حلو كده. ماشي؟ ديت جبتها ب60 جنيه العلبه دي. ايوه 60. ودوت العرقسوس اهو، الناس اللي بتحب العرقسوس، لا انا بعشقه. دوت العرقسوس دوت جبت الكيلو ب60 جنيه. دوت نص كيلو ب30 جنيه. طبعا ديت كل ايه الاسعار دي بجد بجد هي اللي انا جبت بيها. ماشي؟ ديت جوز الهند بتبدا من 80 وانت طالعه. انا جبتها ديت، جبت الربع كيلو، انا جايبه ربع كيلو بس. ربع كيلو جبت جبتها من هي ب100، جبتها ب100. ماشي؟ يعني كان في ب80 وفي ب100 وفي ب120، انا جبتها ب100. دوت لوز ب200 جنيه، جبت برضو ربع منه. وديت ورقة قمر الدين اهي، كان في بيبدأ من 25 وانت طالعة.
انا جبت ديت ب 40 جنيه ماشي، يعني في ب 35 وفي ب 25 وفي ب 40 وفي ب 50. انا جبت ام 40 اهي اهو، جبتها ماشي. وطبعا دوت سوداني جبته ب 40 جنيه، جبت ربع برضو. ودي النشا، النشا ديت كانت ب 32، جبت نص كيلو ديت. دوت كريم جانتيه، جبت برضو نص كيلو منه. دوت الزبيب كان بكام؟ كان ب100 برضو، جبت ربع كيلو. ودوت بلح طبعا ديت على بعضها كده ب35. دوت كيلو البلح منه ب40 جنيه اهو، جبت الكيلو البلح دوت ب40 جنيه. دوت بلح طري مش ناشف اهو، دوت بلح طري مش ناشف، لسه مش جبت الناشف ماشي. دوت ان شاء الله السكر ده جبت الباكيتة على بعضها، الكيلو كان واقف في الباكيتة ب17 جنيه، بس انا مش لسه جايباها دلوقتي، انا كنت جايباها من حوالي 10 ايام كده. السكر ده جبت باكيتة على بعضها سبتها لرمضان، يعني انا كان عندي بس جبت ديت عشان ايه لرمضان. انا جبت الباكيتة على بعضها 10 اكياس، جبت الكيلو فيها ب17 جنيه. طبعا انا ولا انا مقفوره، هي فعلا الحاجات دي اللي انا محتاجاها، انا جايبه من كل حاجه ربع ربع، والنشا جايبه نص، يعني مش مقفوره وجايبه كيلو ومش عارفه، لا انا بجيبهم كفوني الشهر كان بها، مش كفوني الشهر لو احتجت تاني بجيب. لكن طبعا لازم تتاكدي ان الحاجات ديت بتاعت السنه دي. الزبيب بتاع السنه دي جوز الهند، واحده قالت لي ان انا جبته ولقيته مسوس، قلت لها معقوله؟ قالت لي والله. فانا لما رحت الراجل حلف لي قال لي لسه جاي لي حالا وشوف الصلاحيه بتاعته. فعلا بصيت على الكرتونه بتاعته وشفت الصلاحيه. وطبعا يا جماعه اتاكدوا من جوده الحاجه قبل ما تجيبوها. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يبقى الفيديو عجبكم. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وجديد. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يبلغنا رمضان وتعود علينا الايام بخير يا رب العالمين.